لو جعانة ومحتارة هتاكلي ايه قومي حالا واعمليها، دي أسرع وجبة عشا ممكن تقومي بتحضيرها، سهلة جدا وبسيطة وسريعة التحضير، يعني في ثواني هتعمليها، طعمها لذيذ جدا عاملة زي الأندومي وأحسن كمان. يلا بينا نقوم بتحضيرها، بس من فضلكم اشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا، ويلا بينا نقوم بتحضيرها. هنجيب حلة على النار وهنزل فيها بشوية من الزيت ونص معلقة من التوم المفروم، وهنشوح التوم لغاية لما يبقى لونه دهبي كده معانا، وهننزل بربع كوباية من الخل وعصير الطماطم، وهنسيبه على النار لغاية لما يتسبك معانا، وهنضيف عليها 3 كوبايات كبار من المية وهنسيبها لما تغلي، وبعد كده هنضيف مكعبين من المرقة ورشة بسيطة كده من الفلفل الأسود. وطبعا لو عندكم شوربة ممكن تستخدموها بدل المية، بيكون طعمها جميل جدا وطعمها لذيذ. وهننزل بالمكرونة، طبعا ممكن تحطوا أي نوع مكرونة متوفر عندكم، وبعد كده هنسيبها لغاية لما تغلي وهنقلبها، طبعا علشان المكرونة تنزل نسبة نشا لازم تقلبيها، وبعد كده هتغطيها وتهدي على النار وتطلع معاكم بالجمال والحلاوة دي كلها، وبألف هنا ليكم.